السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندِك عزومة، عايزة تحضّري الفراخ بطريقة مختلفة عن بتحضّريها دايمًا. عندِك عزومة في رمضان، عايزة تعملي أكلة حلوة صحية خفيفة جميلة. والله العظيم أنا شويت الفراخ دي بالمَيّة. ما اكدبش عليكم ما كنتش أتصور أبدًا إن النتيجة تطلع معايا خرافية وخيال ووهم بالطريقة دي، الريحة والطعم خرافية، خرافية، خرافية. جربوها معايا وخليكم مع الخطوات وإن شاء المكونات الله. طبعًا يا جماعة فلفل سخن وبارد وبصل وليمون وطماطم وتوم باودر وبصل باودر وشوية شطة وشوية فلفل أسود و وبابريكا. التوم البودر يكاد يكون خشن، أنتِ اللي عاملاه ليه كده خشن لإن أنا عاملاه صنع منزلي يعني، فمعلش هو خشن شوية. لكن يا جماعة وأحط شوية روزميري، بس شوية روزميري يعني أنا هاطحنهم وأحطهم على الوش. الفراخ بالطريقة دي يا جماعة أقسم بالله قطّعت طبعًا المكونات كلّها وهانزل بيها في الكبة. الفراخ بالطريقة دي وأقسم بالله يا جماعة يعني يكاد يكون يعني مش عايزة أقول لكم كده حاجة خيالية، وطعمها تحفة مقرمشة من برّه وطرية من جوّه، وريحتها خرافية أحلى من أي فراخ بتجيبيها مشوية على الفحم أو مشوية برّه. المكونات دي كلّها أنا طحنتها بالكبة أو بالخلاط وأحط شوية زيت، معلقتين 3 زيت. وبُصّوا هاقلّب طبعًا بُصّوا بتقولوا لي فين الملح، الملح أنا مقلّباه مع الفلفل الأسود والشطة، يعني دي طريقتنا إحنا بنشيل الملح والفلفل الأسود كده مقلّب بالشطة، وضِفت معلقتين خل وعندي مَيّة بصل هاضيف معلقتين 3 وهاقلّب المكونات دي، وهانزل بالفراخ المغسولة بالدقيق طبعًا، والفراخ هنا هاخلّيها لا إمّا تبيتيها في التتبيلة دي لا إمّا تقومي الصبح بدري عشان تلحقي بقى فطار رمضان، لو عندِك عزومة برضه تلحقي بدري إنِّك أنتِ لازم الفراخ تبقى بايتة في التتبيلة يا جماعة، لا إمّا من الصبح لحد العصر كده يعني تخلّيها على الأقل 6 ساعات يعني في التتبيلة، عشان تبقى تشرب التتبيلة والفراخ كمان تطرى شوية. والله يا جماعة أنا مقطّعة الفراخ هنا عندي الفراخ قطع كبيرة. بُصّوا ده شوية روزميري أنا طاحناهم، ده الهون أنا طاحنة الروزميري وهانزل بيهم على الفراخ، بيدّوا طبعًا الفراخ المشوية ريحة وطعم خرافي. لحد كده الناس كلّها بتعمل كل حاجة في كده، لكن اللي جاي هو اللي هيفرق معاكم في الشوي. الفراخ دي أنا شاوياها بالمَيّة، والله العظيم يا جماعة أنا ما كنت أتصوّر الطريقة راح تطلع معايا خرافية كده، تابعوا الفيديو وأنتم هتشوفوا بقى طريقة خرافية جدًا في شوي الفراخ، وهتدّيكِ أحلى فراخ مشوية لا هي محروقة وناشفة ولا هي طرية ونيّة. باحط شوية ملح في صينية كده، والصينية دي فيها شوية نُصّها مَيّة يا جماعة، وأنزل بورق اللورة، شوية ملح وورق لورا والليمون. حطّي المكونات اللي أنتِ عايزة تضيفيها، اللي عايزة تطلع لِك في ريحة الفرخة، لإن المكونات دي بتطلع في ريحة الفراخ يا جماعة، هتطلع لِك على ريحة الفرخة وطعم الفراخ كمان هتأثّر على الطعم. اللي تحبيها في الفراخ المشوية ضيفيها هنا أو ضيفيها مع التتبيلة. بُصّوا حطيت طبعًا الشبكة هاحطها على الصينية اللي فيها مَيّة. طب هاشويها إزاي؟ هتشوفوا معايا الطريقة دلوقتي، وطريقة جميلة جدًا، 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 عجبتني وأبهرتني والله. أنا يعني كنت باشويها بس ما كانتش بتدّيني النتيجة الهايلة دي إلا المرّة دي، أبهرتني وأبهرت الأولاد صراحة، ولو جرّبتوها بس ابقوا ادعوا لي إن شاء الله هتبهركم جدًا، جدًا. هترصي الفراخ على ال 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 الس ال الشبكة بتاعتِك كده، وهاقفلها طبعًا، وأحطها في الفرن. أنا هاولّع الفرن من تحت فقط يا جماعة، مش هاولّع فوق الشواية، أنا مش هاولّع الشواية خالص، هاولّع الفرن تحت فقط، وأسيبها مع نفسها كده، كل 10 دقايق أو كل ربع ساعة كده. أنا الفرن أنا هنا مش هاعلّي عليها يا جماعة عشان تستوي براحتها، هاقلب الفراخ كل 10 دقايق أو كل ربع ساعة كده هاقلب. بُصّي أدي الناحية التانية هاقلبها، بُصّي الفراخ يعني طعمها تحفة، والمَيّة تحتها اللي هي بالنكهات دي ريحتها خرافية طالعة على الفراخ ومدياها ريحة كمان خرافية.
كل شوية هقلب، وبعد كده الفراخ أقسم بالله هي يعني تتاكل كده، كفاية ريحتها ملت الشقة كده ومش عايزة أي حاجة. بس أنا هديها تكة كمان أوريكم هتطلع أحلى من أي محل فراخ بره، أو أحلى من أي فراخ مشوية تجيبيها من أي مطعم وأفخم من مطاعم في مصر. بصوا يا جماعة الفراخ أهي، دي النتيجة بعد أنا كل شوية بقلب شمال ويمين بتديني النتيجة دي. بصوا الفراخ طعمها تحفة، هي يعني صراحة احنا صايمين، وده قبل الفطار بحوالي 10 دقايق أو ربع ساعة فقط. بس هطلع بالفراخ دي. يعني ممكن يا جماعة التكة دي تعمليها لما تحطيها على الشواية كده، على الشواية الفحم 5 دقايق، لما أولع حتتين فحم وتحت الفراخ في صاجة وفرن البوتاجاز، وأديها برضو دقيقتين بس هتاخد ريحة الفحم وكده. فقط أنا اديتها 5 دقايق بالطريقة دي، بس قلبتها من ناحيتين عشان تدي الفراخ المشوية بالفحم والله العظيم يا جماعة ولو يعني وصلتوا ما لحد اقولكمش هنا الطريقة كفاية بقى، إبهار اعملوا لي لايك والريحة خرافة. واشتراك. وما تنسوش اللايك والاشتراك. يعني صراحة كفاية كده عليكم، لأن أنا يا دوبك المغرب فاضل حوالي 3 4 دقايق هنزل بس أغرف الأكل. وكل سنة وانتم طيبين، ويجعلها رمضان كريم علينا وعليكم بإذن الله. ما تنسوش اللايك والاشتراك للدعم. في نهاية الفيديو لا يسعني إلا أن أستودعكم في رعاية الله ودائع. دمتم في حفظ الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.